السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا في وصفة النهاردة الكفتة البانيه. معانا في المقادير بتاعتنا ربع كيلو لحمة مفرومة زي ما انتم شايفين كده وبيضاية، وهيبقى معانا بصلاية مفرومة ومتصفية حلو من المية بتاعتها، ومعانا كام قرن شطة احمر، مفيش احمر يبقى اخضر، ومعانا كوباية فول صويا منقوعة في مية سخنة ومصفيينها قبل ما نشتغل. ماشي. ويبقى معانا بقسماط ناعم زي ما انتم شايفين كده، ويبقى معانا في التوابل بتاعتنا بتاع الكفتة مكعبين مرق دجاج، بصل بودر، توم بودر، بهارات لحمة، فلفل أسمر، معلقة كبيرة من كل حاجة يعني. ماشي. هنبتدي نشتغل دلوقتي. هنجيب الكبة وهننزل بالربع لحمة مفرومة، والله هو ربع يا جماعة يعني ما شاء الله، وهيرملنا كمية حلوة أوي وهتعجبكم بأمر الله. وبعد ما ننزل باللحمة المفرومة هننزل بقرنين الشطة الحامين كده، لو عاوزين تحطوا رومي اللي يريحكم مفيش اي مشاكل. وانزل بالبصلايه اللي احنا بشرناها او مقطعينها مكعبات صغيره وصفيناها حلو قوي من الميه، وكوبايه الفول الصويا بتاعتنا كوبايه واحده بس من بتاعه الشاي، ما زودناش عن كده، والله ما بتبان وبيبقى طعمها جميل وبتزود الكميه. وهننزل بالتوابل برضو، ومرقه الدجاج دي اختياري يا جماعه، عاوزين تحطوها ماشي مفيش مشاكل، مش عاوزين تحطوها هتحطوا ملح. هننزل بالبضاية، طبعا البضاية بتعمل على تماسك الكفتة، وهيبقى فيه معلقة بيكنج باودر صغيرة، بس ايه هحطها في نص الشغل، لان انا كنت نسيت ومخدتش بالي يعني، كان قدام العلبة ونسيت. معلقة صغننة خالص. وهنرجع نطحن كله مع بعضيه حلو قوي لحد ما تنعم بالمنظر ده. طبعا هنشيلها في التلاجة في حدود كده ايه ربع ساعة نص ساعة تمسك نفسها. وبعد كده لما تجمد شوية هنبتدي نصبحها بقى قدامكم كده. معانا بيضتين ومعانا البقسماط الناعم اللي انتوا شايفينه ده. ماشي يا حبايبي. عاوزين تحطوا يا جماعة الفول الصويا حطوه، مش عاوزين هتعملوا نفس المقادير باللحمة المفرومة بس. لو انا بقول لكم يعني وفر للكمية وزيادة في الكمية، وبرضو ايه هتبقى حلوة. مش عاوزين هيبقى ايه اللحمة المفرومة بس ونفس المقادير ونفس الموضوع. ماشي. لو نص كيلو برضو هتحطوا عليها نفس المقادير. هننزل دلوقتي بشوية فلفل اسمر مع البيضتين كده عشان زفرة البيض بس او عشان ريحة البيض. ماشي. ومتشكرة لكل كلمة حلوة بتقولها لي في التعليقات يا حبايبي واخواتي، وربنا يخلوكوا ليا يا رب، وما نتحرمش من بعض ابدا، ويدوم ما بينا التواصل. دلوقتي هناخد كده جزء جزء ونصبع صوابع او بالاشكال اللي تريحكم. عاوزينها مدورة، عاوزينها صوابع، عاوزينها مبططة زي البرجر كده، ايه اللي يريحكم. بس طبعا هي بتبقى طرية شوية. هننزل في البيض كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده ايه في البقسماط. ماشي. والله كان ريحتها تحفة وطعمها جميل. ماشي. بقسماط معلوش اي حاجة، بقسماط ناعم مفهوش لا توابل ولا في اي حاجة، لان هي اللحمة متبلة وفيها كل حاجة. وهنركنها في طبق على جنب، يعني هنصبع كله وهنعمل بنفس الطريقة، وهنركنها في طبق على جنب وعقبال ما نخلصها كلها، وبعد كده نقليها. نصبعها كده، في معانا مية بصل ممكن نصبع بيها لو لزقت في ايدينا ولا حاجة. طبعا التشكيل ده بقى ايه براحتكم انتوا. ماشي. دي كانت أكلة أمهاتنا زمان، كانت والدتي الله يرحمها بتعملها، بس كانت بتحط برغل بقى على الكفتة، كانت بتبقى رائعة. وتحطها بس في شوية دقيق، لا كان بيض ولا بقسماط ولا حاجة. بس صراحة ما كانش ايه بتحط الا البرغل بس. والله يا جماعة كان طعمها وريحتها تحفة، يعني خطيرة بجد. فانا عشان عندي ربع مفروم فزودت فوق كوباية الفول الصويا. لو مش عاوزين الفول الصويا هتبقى لحمة بس وايه وبقية التوابل بنفس الطريقة. كنا صبعناها كلها كده. دلوقتي كنا حاطين طاسة على النار، الزيت يسخن معانا، هنبتدي ننزل بالصوابع الكفتة كده زي ما حضراتكم شايفين. واول ما يبتدي الجنب اللي تحت يحمر نبتدي نقلبها بالراحة كده. يعني انا بوريكم اهي انا بحمرها قدامكم ان هي ما شاء الله ما فكتش معانا ولا فيها اي حاجة، وطلعت تحفة 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 ما شاء الله اللهم بارك. كنت عاملة جنبها مكرونة سباكيتي
وكانت خطيرة بجد. وصفة سهلة وجميلة وموفرة وخفيفة وتغيير، يعني مش هتبقى كفتة على طول بنفس الطريقة وبنفس المنظر. معلش كنت بجيب المساكة، لان اليد اللي هي الصفاية دي كانت مضايقاني، معرفتش اقلب بيها، فدي كانت محكمة شوية عن الصفاية. كده كانت احمرت. طلعناه اهو زي ما حضراتكم شايفين، الصباع جميل اهو وما شاء الله كبير. وكده كان خلصناها، اللهم بارك، كانت تحفة. شوفوا شكلها جميل ما شاء الله، تحفة اهي. ده القلب بتاعها. واتمنى تدعموني بالاشتراك وشير ولايك للقناة لو الاكل عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.